طحينة مع مية يبقى ظبط على طول كده. ونمسحها كده بمنديل، نطلع الطينة عشان ما تظبطش معانا لما احنا نيجي نغسلها، وننقعها في بلاستيكة ولا حاجة غويطة فيها مية بملح بمعلقة خل عشان تنزل طبعا تتغسل كذا مرة قبل التقطيع وبعد التقطيع، يعني بيفضل قبل التقطيع علشان ما تفقدش الفيتامينات بتاعتها وفوائدها. طبعا احنا عارفين ان السبانخ كلها حديد. عملناها قبل كده على القناة، موجودة في بداية القناة. الحتة دي مش بنقطعها، بنحكها بالسكينة وبنسيبها، أو ممكن تقشريها أو تحكيها، بس أفضل إن انتي تحكيها علشان هي أصلا ضعيفة، بس بيبقى طعمها جميل جدا. اهي تطلع كده مع الحك. اهي وبتبقى جميلة جدا طعمها. المادة الدهنية مع حتة ليا حتة ليا مع المادة الدهنية. المادة الدهنية انت ممكن بقى تحطي سمنة، تحطي زيت، اللي انت تعمليها. حتى زيت عشان الزيت بيفرفر السبانخ مع ليا. ما هنا سلقة اللحمة الصبح الظهر يعني كده، بتاعتها نحط اللحمة قبل ما تنزل على النار، لأن اللحمة مستوية بصراحة، هي صغيرة يدوب اصفرت البصلة، نزلت نص كيلو وجري الكزبرة بتقليماتها، والنص التاني بنزله مع السبانخ، وفصين توم وبنزل بيهم مع الكزبرة، وفصين توم في الآخر قبل ما نطفي عليها. بنزل بقى بالصير الطماطم وأحط معاه معلقة صلصة. نحشيها مرتين كده، نحشيها كده. حط المعلقة الخشبة علشان ما يفورش، ممكن معلقة واحدة عشان ما يفورش اما يغلي. سقطت السبانخ ومعاها معلقة رز كده، أو معلقتين رز مش مليانين، و4 فصوص توم مبشورين.